دايما بقول ان مش اللي شغالين في السياحه بس اللي بيستفادوا من السياحه، الشعب كله بصوره او باخرى بيستفاد من السياحه، سواء من العمله الصعبه اللي جايه، سواء من ابسط عامل موجود في المطار، سواء التاكسي، الشوبينج سنتر اللي موجود قدام اوتيل، بصوره او باخرى دايما بيستفاد من السياحه. فالمتحف المصري لو ان شاء الله اتفتح في الميعاد المحدد ليه، باذن الله. متوقع ان هو يكون في بعدها ويف شديده من السياحه تيجي لمصر. ان شاء الله. احنا املنا في ربنا ان احنا نعرف الناس دول فعلا ان هم جايين المكان الصح، حلو جدا. مش جايين وان تايم ناخد منه اللي نقدر عليه ويمشي ما يرجعش تاني. اه. احنا دايما في وما الشركه نبصش حتى تحت عندي رجلينا، احنا بالظبط. لازم نبص قدام، بالظبط نبص لبعيد. ده شيء مهم جدا. دايما في الشركه عندي العميل الريبيتر بياخد شير كبير جدا من الشركه، يكاد يكون 30%، وده رقم كبير في اي شركه. طبعا. العميل سافر معايا مره اتبسط، بيسافر معايا مره اتنين تلاته. طبعا. فانا مش عايز السائح اللي يجي يمشي بعد اول مره ويقول انا مش جاي تاني. انا عايزه لا، هو اتبسط من الاكسبيرينس اول مره. وعلى فكره مصر من الدول اللي صعب جدا تلفها كلها في زياره واحده، مم. يكاد يكون مستحيل. مم. فاتمنى ان دي فرصه تكون كويسه للي شغالين في يا رب. السياحه يا رب. وللشعب بشكل عام. المتحف هيبقى على قدر كبير جدا من الجمال. حلو. القاعات اللي ما اتفتحتش وخاصه قاعه توت عنخ امون هتبقى روعه. فاتمنى ان شاء الله ان شاء انها الله. تأدي الغرض منها ان ان شاء الله. شاء الله. ان شاء الله.